كينفعهم بالمزيان، كيخدا كوقايه، كدير باش الدجاج ديالك كتحميه من كاع الامراض. هي انا الدجاج ما عمرو جات له الشخره. الشيح نبته انا ما كنتش عارفها بصراحه، اول مره كنتعرف عليها حتى سمعتها عند بعيط. تحيه بعيط. بصراحه هو انا كنصح كاع الدراري اللي كيخدموا بالدجاج الشيح. الشيح كيطهر الامعاء ديال الدجاج. الشيح كيساعد الدجاج كيصفي له من الجهاز التنفسي كيقادو. شي سميتو في بلاصه انا بصراحه ملي كنبغي نبدل العلف من القدس حكايه الاخرى ولا هذه كندير لهم الشيح. الشيح بصراحه كيخدم لي بلاط مضاد السموم، كيخدم لي بلاصه شي سميتو بلاصه بروموتو. كينفعهم بالمزيان، كيخلي لي ديما الدجاج واقف ناشط بخير. بصراحه كنخدم به هذا كوقايه، كدير به وقايه باش الدجاج ديالك كتحميه من كاع الامراض. ما كيمرضش ليا انا الدجاج، ما عمرو جات له الشخره. انا الدجاج ما عمرو مرض ليا بشي مرض. ديك السنته اللي كتمنع من البيض هذا بصراحه فعال ليا، كيخرج على والديها. هذا مطهر للدجاج بصفه عامه. وبصراحه انا شويه الدجاج كنقي ليه وكذا وهذه باش ما كنعانيش من بزاف. يمكن حتى البلاصه اللي انا فيها كتساعدني شويه على الامراض ما يكونوش عندي، ولكن انا كنصح يجربوا الناس الشيح. الشيح شي حاجه مطهره، شي حاجه فعاله، شي حاجه خدامه 100%. يعني انا كنصح اي واحد اللي كيخدم بالدجاج يستعمل الشيح. الشيح طريقه واعره. الاستعمال ديال الشيح كنشدوا الشيح هاد القياس هكا. انا نوريكم الشيح تا هو باش نديرو. وانت النبته ديالو هي هذه. النبته ديالو اللي زعما ربما كاين الناس اللي كيعرفوه. انا ما كنتش كنعرفوه حتى شريته. هاد وليت كنعرف شنو هو الشيح. كتشد مثلا هذا القياس، كتشد مثلا واحد ليطرو د الماء، كطيب ديك ليطرو د الماء مزيان. كطيب ليطرو د الماء ملي كيغلي، كتشد هذا كتقرضو كتخشيه فيه، كيغطس فيه تخليه يبات. الصباح كتشد ديك القياس، تشد ديك الماء ديك اليوترو كتشدو كيكون ديجا طلق هذا مزيان. كتشد ديك اليوترو اش كدير له؟ كتكبو فواحد 10 يطرو هكايا. وديك الساعات كتحطوا الدجاج ديالك كيكون عطشان، كتكبوا ليهم كيشربوا الدجاج ديالك بخير ترونكيل. كديروا لهم على الاقل 3 المرات في السيمانه. 3 المرات في السيمانه. والدجاج ديالك كيكون بخير وعلى خير. ما كتحتاج مع حتى شي مضاد سموم او لا مثلا تامبي اس او لا. كيحميك من بزاف د الحوايج. وبصراحه فعال بالمزيان. كنصح به كاع الناس. انا كنخدم به. هو قبل ما نكتشف انا المساله ديال الشيح بصراحه كنت كنعاني من الاسهال ديال الدجاج. كنت كنعاني من السنته اللي كتجي الدجاج، اللي كتمنع ديك الحنش اللي كيجي الدجاج اللي كيولي هو كياكل له التغذيه ديالو وما كيبيتش ليا. كنت كنعاني من ديك البراز اللي كيخرج، كتكون فيه ديك الاسهال الداخل. بصراحه ملي بديت كنستعمل الشيح كنت واحد المره كنت في واحد الجروب وانا نلقى الدراري كيهضروا على الشيح. ماشي انا اللي اكتشفته، انا بصراحه سمعته ودرتو. ملي درتو واحد النهار شي وقع ليا انا نعاود لكم. درتو ليهم واول مره يشرب الدجاج ديالي الشيح. درتو لهم وكثرت ليهم. والدجاج ملي شربوه شنو وقع ليهم؟ الدجاج كلشي ولا مرخي ونعاس وهذه. نقول ويلي مال هاد الشيء شنو واقع هادي. كنقول يا ربي شنو. السيد اللي معايا قال لي لا، قال لي راه الشيح راه ملي كيكون كيتشربوه كيرخي. الدجاج فهمتي طرخا ليا في ديك الوقيته. واحد شويه واحد الساعه وليت خايف كنراقب الدجاج كنشوفو شنو واقع غادي. وهاديك الساعه الدجاج ولا بقى شويه بشويه كينشط كذا هادي. من بعد ولف عليه ولا الدجاج يا سلام كيحماق على الشيح. كان دابا هادي بحال هكا ملي كنسالي منه كنحيدها وكنقرضها ونديرها له مع العلف ونعطيها لهم. عاوتاني الطريقه الثانيه باش كنت كنخدم مع الفلوس ما كنتش كنخدم معاه بالماء لا. كنخدم معاه بهذا كنقرضو مزيان، كنسرسبو، كنخلطو لهم مع الديماراج كنعطيه لهم كياكلوه. وكيكونوا الدجاج يا سلام ما كنعاني منه حتى بشي حاجه. وتبارك الله وصلت به قاطع وخدمت به تقريبا دابا عامين وانا خدام به الحمد لله. البيطريق اللي فيه كنمشي عنده الا شي حاجه يعني كانت خطيره عاد كنمشي عنده والحمد لله.
وكنتمنى من اي واحد يجرب هذا ويكتب لي في الكومونتير ويقول لي واش مزيان ولا لا. وبصراحه فعلا انا ما متاكد ما يندم عليه حتى شي واحد. وكنشكركم حتى وصلتوا معايا حتى هنا. واللي يتفرج الفيديو يدير ابوني، يتفاعل مع القناه، يبارطاجي، يدير كومونتير زوين. وكنتمنى من الله تدعموني شي شويه، وفي اي حاجه تعلمتها واستفدت منها انا غنعاود لكم بكمية. انا راه ما نعرفش نزوق الكلام ونقاد لكم هادي، نعاود داكشي اللي التجربه اللي دازت غنعاودها لكم. انا راه ما عنديش مع التزوق اللي عطا الله، هذا داكشي اللي كاين غنقولوا لكم. كاينه ما كايناش ما كايناش. المهم خليكم على خير، دمتم في رعايه الله. نشربوا اخر جغمه معكم، بسم الله. بردات. دمتم في رعايه الله.